وصدرت للأسف فتاوى الدولة ودول الخليج ساهمت في الضغط على هؤلاء العلماء لإصدار مثل هذه الفتاوى. هذا هو اللي مضغوط عليه، وعلى فكره اللي يقول هذه المقالة هو اللي مضغوط عليه من قبل أهل الباطل. أما العلماء فليس عليهم ضغط، وإنما يبينون الحق ويبرئون الذمة ولله الحمد. وهذا من محاسن هذه الدولة أنها تمكن العلماء من بيان الحق والرد على الباطل ونشر العلم النافع. أما حال عملاء عبيد أمريكا فالله المستعان، فحدث ولا حرج. ذهبنا إلى صالح الفوزان وهو معروف من هيئة كبار العملاء ومن اللجنة النائمة. والله يا أخي نظرنا إليهم ما وجدنا صفات علماء السلف ولا وجدنا حتى صفات عوام السلف. ذهبنا إلى عبد الله بن بديان وهو أحد هيئة كبار العملاء أيضا وأحد اللجنة النائمة. فلما أتينا والله يا إخوان بكل غباء بكل تبجح وبكل نظر إلينا وقال يعني كلمات والله أستحي أن أقولها يا إخوان. من مضمونها قال بشركم شهادة. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.